الا قلت لكم هاد الكيك الزوين اللي كتشوفوه دابا تصاوب في الدار ما غاديش تصدقوا. النهاردة هنشارككم أول تجربة لينا في عالم تزيين الكيك، والنتيجة كانت مفاجأة حتى لينا. كيكة عيد ميلاد ابننا بالكامل مصنوعة في البيت ومن غير أي خبرة سابقة. تابعوا معنا كيفاش بدينا خطوة بخطوة بأقل تكلفة وغير بالأدوات اللي متواجدة عندنا في البيت، والتفاصيل اللي خلات الكيك يجي بهذا الشكل الرائع وبكل حب درناه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك والبارطاج مع الحباب، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش دايما يوصلكم الجديد. ويلا بينا واجي نبداو خطوات الكيك ديزاين. وانا غادي نخدمو بالمولي كيك، ما نديرش ليه الكيك جينواز. اول حاجه كنحتاجوها في المولي كيك 4 بيضات، غنضيف عليهم واحد معلقه صغيره ديال فاني و330 غرام ديال السكر، ولا تقريبا 2 كيسان ديال السكر سنيد، واجيو نضربوهم في الخلاط. ها هو الخليط اللي بغينا نوصلوا ليه، ضاعف لينا كما شفتوا وتفتح لينا اللون ديالو. هنا عندي 330 غرام ديال الفارين، غنضيف عليهم 12 غرام ديال الخميره. الكيس الثاني غنخلي منه شويه. من بعد ما خلطنا الدقيق والخميره غنبدا نضيف تدريجيا وانا كنخلط، وغنخليها على اقل سرعه. ونخلط بنفس الطريقه، نزيد كميه ديال الدقيق. كملنا الخليط ديالنا، وهذا هو الشكل ديال العجين الاولي، وغادي نضيفو عليه دابا لا كريم فريش. عندي 330 غرام ديال لا كريم فريش، كنت دايراها في الفريزر ولا في المجمد بارده. غادي نضربها بالخلاط. كما شفتوا معايا ضفت واحد شويه الفاني، لانه انا هنايا مستعمله لا كريم فريش بدون سكر، لانه اوريدي عندنا الكيك فيها سكر باش ما تجيناش حلوه بزاف. ضاعف ليا الحجم ديال لا كريم فريش وجمد لينا كما كنقولوا. هذا هو الكيك ديالنا، القوام ديالو الاولي. نحاولوا ما نحركوش بزاف باش نحافظوا على هذاك البيض اللي كان طالع لينا، وغادي نبداو نضيفوه عليه تدريجيا الكريم فريش اللي طلعنا، ونحركوه بهذه الطريقه. نحاولوا نحركوه غير بالسباتوله. نضيف الكريمه المتبقيه عندي. غنكمل بنفس طريقه التحريك. ها هو الخليط ديالي تجانس مع بعضياته، ما بقى غير نحطو في المول وندخلو الفران. ما كانش متوفر عندي المول ديال المولي كيك ولا الجينواز، وقررت نستعمل هذه ديال كسكسو. اجيو نشوفوا كيفاش طلع لينا الكيك ديالنا. درت ورق الزبده هكا لفيته، وغادي نبدا نحط في الكيك ديالنا. هذا هو الكيك ديالي من بعد ما حطيته في المول ماشي في المول ما تضحكوش عليا، ولكن حاولت نلقى طريقه. لقيت القطر ديالو هذا نفس القطر ديال الحجم المول اللي كان عندي. هنا غادي نضرب الكيك ديالي بحال هكا يخرج منه الهواء. ودابا غادي ندخلو فران على حراره 150 مشعول غير من التحت، وما غنشعلش عليه الفوق نهائيا. هنا في نفس المكان اللي خدمت فيه الكيك الاول غنخدم فيه الكيك الثاني. هنا عندي 4 بيضات، 330 غرام ديال السكر ما يعادل كأسين، معلقه صغيره فانيليا. غنضربوا هاد المكونات في الخلاط ونخفقوهم. هنا ضاعف لينا الخليط ديالنا وتفتح لينا اللون ديالو. ودابا غنضيفوا عليه باقي المكونات.
هنا كما قلت لكم 300 غرام ديال لافارين قصت منها باش نضيف لها 30 غرام ديال كاكاو باودر، وغادي نضيف ليهم 12 غرام ديال خميره الحلوى. نخلط هاد المكونات مع بعضياتها وغادي نبدا نضيفهم تدريجيا على العجين اللي صايبت عليها. هنا غنبدا نحط في هاد المكونات اللي هما الدقيق والكاكاو والخميره، غادي نبدا نحطهم تدريجيا. هنا بدلت هذا درت ديال الكيك وغادي ندير العجانه تخدم ليا غير على رقم واحد. هنا غادي نضيف ما تبقى من الخليط ونكمل العجينه الاخيره. ها هو العجين دابا وجد لينا، ما بقى غير نضيفو عليه الكريم فريش اللي غادي نخفقوه دابا انا وياكم. هذه هي الكيك ديالنا من بعد ما طلعتها من الفران. اجي نقلبوها مع بعضياتنا. ناخذ طبسيل وطبق. كي جاتكم هاد الاستيس ديال الجميل ديال اش سميتها البرمه، هذه هي مولي كيك غنقسموها مع بعضياتنا. تشوفوا كي غندير لها التزيين مع الكيك الثاني اللي غندخل الفران دابا. انا بنفس الطريقه الاولى عندي 330 غرام ديال لا كريم فريش، زدت فيه رشه فانيليا، وهنايا غادي نخفقوا هاد لا كريم فريش حتى يطلع لينا او يضاعف لينا. هنا من بعد ما ضاعف لينا الحجم ديال لا كريم فريش غادي نضيفوه على الكيك اللي صايبنا. هنا من بعد ما ضربنا لا كريم فريش ديالنا غادي نبداو نضيفوه على هاد الكيك تدريجيا كيف الطريقه الاولى، ونبدا نخلط بهذا الشكل هذا باش نحافظ على القوام ديالو. دابا غادي نزيدو باقي الكريم صافي ونحركو بنفس الطريقه. ها هو الكيك ديالنا واجد ما شاء الله، القوام ديالو زوين. غادي نضيفوه في المول ديالنا في الطنجره ديالنا. اكيد انا درت ورق الزبده صافي. كنضرب الكيك ديالنا يخرج منه هذاك الهواء بهذه الطريقه هذه، وندخلوه الفران ونخليه طيب لينا على خطرها. هي كتاخد شويه الوقت. هنا نشوفوا الكيكه ديالنا واش طابت. بسم الله، كيكه طابت لينا من الوسط صافي نخرجوها. وهذه هي كيكه كتجي مفشفشه. بقاو معايا تنوريكم كيفاش غادي نقطعها وندير لها الديكوراسيون هي الكيكه الاخرى. هذا هو المولي كيك ديالنا ما شاء الله كي جا البرمه. الواحد يحاول يديباني راسو باش ما كان الا كان هكا لحقوا الوقت وبغى يصيب شي حاجه. دابا غادي ندوزو مرحله الكاناش مونطي اللي غنحتاجو فيه. غندير اول حاجه نص لتر ديال كريمه شونتيي وغنضيف عليها شوكولا ريش 350 غرام. هنا كما قلت لكم درت نص لتر ديال الكريم شونتيي مع 350 غرام ديال الشوكولا ريش. غندخلهم الميكروويف يذوبوا لينا. من بعد ما سخنت الشوكولا والكريم فريش في الميكروويف غنحركو هكايا تذوب ليا ديك الشوكولات. هنا ما درتش الكريم فريش كله باش نضيف عليه الكريم فريش اللي بقى عندي هنايا بارد 300 غرام باش دغيا يبرد ليا. نحركو هكايا. ها هو داب ليا الشوكولا. نبدا نضيف الكريم فريش اللي بقى عندي هنايا. غادي ندخلو المجمد يبرد لينا ومن بعد غنخرجوه نخفقوه ولا نضربوه بالطراب. دابا غادي ندوزو الكريم براليني. غادي نحتاجو فيه كاس ديال الحليب بارد، 220 غرام ديال كريم فريش، استعملت كيس ديال كريم فريش بودر، وهنا غادي نستعمل واحد المعلقه كبيره عامره ديال براليني، ومن بعد غادي نضربهم بالخلاط. وها هو الكريم براليني موجود عندنا. شوفوا ما شاء الله القوام ديالو. ما بقى لينا غير ندوزو نكملوا الكاناش مونطي اللي كنا بدينا قبيله، نجبدوه من الفريزر وغادي نضربوه، وهكا غادي نحشيو بهم الكيك ديالنا. خليكم معانا. من بعد ما خرجت هذا من الفريزر ها هو تلج ليا ولا ليا بحال الايس كريم. غادي نضربو دابا.
هذا هو الشكل النهائي، هو وجات لينا ولا لينا جاهز باش نحشيو به الكيك. هنقطع دلوقتي الكيك بتاعتنا لشرايح كده. هنقسم دي مثلا على 3 شرايح، فنجيب مثلا حاجة تحت السكينة كده نثبتها علشان يبقى نفس المستوى اللي احنا هنقطع بيه ده هو نفس المستوى بتاع كل شريحة. دي أول واحدة كده، ودي كده الطبقة الأخيرة، كل الطبقات قد بعض بالظبط. وتاني واحدة دي معانا بس، وخلاص كده قطعناهم بالشكل ده. ونروح على المرحلة اللي بعد كده. هنا وصلنا مرحلة التزيين. للأسف أنا درت الخطوة الأولى والثانية وما صورتهاش لكم، ولكن أنا غادا بنفس المراحل ديال التزيين. هنا كندير الكاناش من الجانب. هنا استعملت كيس غذائي ودرت فيه الكريم براليني من الوسط. غندير اللوز لي قليت هرمشتو، قرقاع او عين الجمل كيقولوا ليه في بعض الدول. وهنا فويتين. وهنا عندي كراميل. من بعد نشارك معكم وصفات الكراميل. نديرو هكا من الوسط وندير طبقة بيضة. هنا استعملت 500 غرام ديال شوكولا غيش، غنضيف عليهم 220 غرام ديال كريم فريش. هنا كما شفتوا درت الشوكولا مع لا كريم فريش. يلا ندخلوهم الميكروويف. هنا ساحت لينا الكريم والشوكولا، غنحركوهم بهذه الطريقه. هنبدأ دلوقتي نقلب الكيك بتاعنا من البولة او الحاجة اللي عملنا فيها الكيك ده، من الطنجرة. من الطنجرة دي. هناخد بس الاول شوية من الشوكولات اللي هنزين بيها الكيك، نخليها على وش الكيك كده صافي، ونديروا عليها ورقة الزبدة او الكرتون، لان احنا ما عندناش كرتون اللي هي اللي بيحطوها تحت الكيك. فهناخد عندنا دي وهنقلبها هنا. بسم الله. كده بعد ما قلبناها بنحاول بس نساوي الكيك كلها بالكريم، لانه في شوية كريمة نزلوا منها اللي هم الجناش دول. بنحاول نسويها كده قبل ما نحط الطبقة بتاعة الشوكولات. هي من الأحسن الواحد إذا عنده الوقت يخليها ليلة كاملة في المجمد، وإحنا ما خليناهاش صراحة ليلة كاملة، خليناها تقريبا شي 4 ساعات وهي في المجمد. ودابا غادي نديرو عليها الكناش اللي صايبنا بالشوكولا غيش. دلوقتي هنعمل طبقة الشوكولات، نحط شوية كده على الوش. يا سلام. ونبدأ نفرد فيهم. شوفوا ما شاء الله الكناش كيفاش طلع بأدوات عادية، يعني اللي متواجدة في كل بيت. وصراحة ماشي يعني الواحد ما يستصعبش الكيك ديزاين، فيه شوية الخدمة ولكن فاش كديريه بحب ولشي واحد عزيز عليك اكيد كيطلع زوين وحسن بزاف من تاع برا. الواحد صراحة ما يكسلش ويقول لا انا ما عنديش الادوات اللي هي اللي خصنا نديرو. والله احنا كل شيء درتو بالحاجات اللي عندي متوفرة عندي، وما اضطريتش صراحه نمشي نشري ولا شي حاجه. دوك باغ اكزومبل المول ما كانش عندي، هذاك الموس ديال الدغيساج ما عنديش، يعني شحال من حاجه ما عنديش. هو الحمد لله الكيك ديالنا راه غادي في تحسن
وشوفوا لي الكاناش كيفاش فريمون دغيا لصق على الكيك. ودابا غادي نقلبوها. جبنا هاد الكارطون هذا اللي كيديروا تحت الحلوى، حتى هو غير باغ كوانسيدونس لقيناه عندنا، ماشي كنا مخططين ليه. سبحان الله العظيم ما شاء الله. وهذه هي الكيك ديالنا منين قلبناها، وغادي ندغيسيو حتى الفوق ديالها. نحطوها في الثلاجه على بين ما صايبنا الباطا سكر. هنبدأ نجهز دلوقتي العجينة بتاعة السكر. احنا عندنا القطعتين دول من العجينة، واحدة باللون الأزرق دي واحدة بالأبيض. هي العجينة طبعا بتبقى ناشفة كده شوية، فاحنا هنبدأ نعجنها كده، ندوس عليها واحدة واحدة لغاية لما تطرى معانا. كل ما بندوس عليها كده أكتر بنعجنها زي كأننا بنعجن أي حاجة، كل ما بتطرى معانا. بس بعد ما عجناهم كده بدأت تطرى العجينة، بدأت تطرى شوية، علشان بس لو حسينا إن هي بتلزق ولا حاجة فهنضيف عليها رشة كده بسيطة من النشا، وبرده على السطح كده شوية نشا دقيقتين، وهنلاقيها بدأت تطرى معانا خالص بالشكل ده. نبدأ العجينة التانية برضو نفس الكلام. دلوقتي علشان احنا عندنا العجينة عايزينها تكون لبني شوية، مش نفس اللون الأزرق ده، فهنضيف شوية من الأبيض على الأزرق بحيث إن هو اللون يبقى فاتح شوية، ونعجنهم مع بعض. برضه لو حسينا إن هي بتلزق ولا حاجة نضيف شوية من النشا. بعد طبعا ما خلطنا نوعين العجينة على بعض، أو اللونين مش النوعين، بس فاحنا ادت معانا اللون ده اللون الأزرق اهوت خالص، باين الفرق. بس بدأنا حطينا نشا على السطح الرخامة بس، وبدأنا هنفرد بالشكل اللي احنا عايزينه على التورته بتاعتنا، الكيك بتاعتنا. هنشوف مثلا السطح اللي فوق هتشوفوا معانا ازاي. دلوقتي هنعملها المدوره، هنقطعها مدوره، والجزء التاني هنقطع على قده جزء مستطيل، وهنشوف مع بعض ازاي. دلوقتي عندنا هنا دي القاعده اللي هنفرد عليها، اللي هنحط عليها الكيك. عملنا لها كده حته عجينه على قدها، نفردها عليها. هنا قلنا عملنا الطبقة اللي هي القاعدة اللي تحت دي، تمام. هنقلب عليها بقى الكيك اللي عندنا. هنقلب القاعدة دي كده على الوش اللي عندنا ده بالشكل ده، نظبطه بس، ونقلب الكيك بتاعتنا. بسم الله. هنا احنا فردنا هنا ده الجنب اللي هيلف على الجنب، وده كده الغطا اللي من فوق. بأي حاجة بس مدورة كده هنحاول ناخد شكل دايرة، ناخد حاجة كده نفس القطر بتاع الكيك اللي عندنا. نحاول نقطعها كده بسكينة، ونحط دلوقتي الغطا اللي فوق. نحاول ان احنا نطرفه شوية بالشكل ده. ودلوقتي هنحط الطبقة اللي هي في الجنب. لفناها على الخشبة دي بالشكل ده، هنبدأ نلفها كده بس. هنفضل واحدة واحدة بقى معاها كده نسويها، وهنخلصها ونوريها لكم.